السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الامهات ديالنا اش تعاودوا كي دايرين مع هاد الحراره؟ كلشي نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله ما غاديش نقدموا لكم لا حليوه لا كاطو لا اي حاجه. اليوم ان شاء الله غادي نهضر لكم على هذا الفران ديال ايتيمات. هذا الفران يعني انا جربته شخصيا. انا غادي نشارك معكم كلشي. هذا الفران جد جد ممتاز الاخوان. هذا الفران خديته من بيم. كيدير تقريبا شي 770 درهم تقريبا هكا كيدير. ديال 50 يطرو. يعني كاينين ديال 50 يطرو في الاسواق التانيين دايرين الثمن اكثر. وفيه شي امتيازات هذا ديال بيم. هذا ماشي اشهار ولكن انا شخصيا جربته. فيه شي امتيازات احسن من هذوك ديال الاسواق التجاريين. انا غادي نوريكم الفرق ما بين هذا الفران هذا والفران الثاني. هما تقريبا تيكونوا 50 لتر. كاين اللي فيه 50 لتر كاين اللي فيه 60 لتر. كما كتلاحظوا الاخوان، هذا هو الفران من بعد ما جبتو كيجي مع هذا الكتيب هذا. هنا الاخوان غادي نحيد لي هذيك الكرتونه هذه. خليكم معايا باش نشوفوا يعني الامتيازات اللي فيه، وانا شخصيا جربته. يعني الفران يا سلام، كيطيب واحد الطريقه معتبره. يعني وملي كيكون فيه عرض في بيم ما كتلقاش، خصك تمشي ليه بكري نهار الجمعه باش تلقاه. كما كتلاحظوا الاخوان، هذا هو الفران. عنده هاد الدوبل ديال الدجاج، يعني دجاجه من قدام ودجاجه من اللور. كما كتلاحظوا ما عندوش دجاجه وحده، عنده جوج ديال الدوبل ديال الدجاجه. هنا الاخوان عنده هاد البلاستيكات من الجناب. كما كتلاحظوا هنا فيه 50 هذا ديال 50. هناك اخوان كما كتلاحظوا فيه الشوايه، هذاك اللي كاين في التجاري يعني في اسواق التجاريه. ما تيكونش فيه نفس الحجم نفس الاسم، ولكن ما تيكونش فيه هاد الشوايات ديال الدجاج. كما كتلاحظوا هاد الطاوه هادي كتجي يعني ثقيله وزوينه. طيبت فيها ماشي مره ماشي جوج، يعني طاوه ممتازه. وكيجيو مع واحد الشبكه، وكيجيو مع واحد طاوه دائره. كما كتلاحظوا الاخوان، هذه الشبكه كتجي معاه. يعني فران انا جربته شخصيا. نتمنى اللي فايت ديجا مخدمو ويخلي لنا تعليق ويقول لنا شنو اللي عجبو في هذا الفران هذا. انا جربته شخصيا، طلع مزيان. جربت فيه جميع الوصفات اللي كندير، طلعوا كلهم ممتازين. كيطيب مزيان، كيطيب من الفوق ومن التحت. وفيه الفرفاره، وفيه شي امتيازات مزيانين حسن. كاين بعض الاسواق التجاري كيبيعوا نفس الفران ولكن ناقصين فيه بزاف د الحوايج. كاين اللي ما تكونش فيه الفرفاره، كاين اللي ما كتكونش فيه هذيك ديال الدجاج اللي كتحمر بها الدجاج. كما كتلاحظوا راه كاينه البوله للداخل باش كتشعل الضوء، وكاين تحت منها هذاك فرفاره. هذاك اللي وريتكم دابا حاليا هذيك هي ديال الدجاج. ما فاش كدير هذاك المسمار ديال الدجاج. هنا الاخوان كما كتلاحظوا هذا هو يعني التوقيت ديال الفران. يعني من 10 دقائق وانت غادي حتى ل 50 دقيقة تقريبا. هذه الحرارة ديالو. الحرارة ديالو كاينة من تقريبا من 50 حتى ل 300. وكاين هاد البوطون هذا الاخوان بتحكم فيه، يعني بتشعل الفوق بوحدو، بتشعل التحت بوحدو، بتشعل الفوق والتحت. راه كنتي غدور الشوايه. يعني فيه واحد شي امتيازات ممتازين. يعني انا مشيت للاسواق التجاريه الكبرى وبحثت على الفران هذا، وسولت الناس اللي خدامين تماك. الاكثريه نصحني قال لي خذ الاخر اللي احسن، فيه الشوايه فيه كل شيء. مع العلم هذا نقص الثمن على هذاك اللي كاين في الاسواق التجاريه، نقص الثمن بزاف، نقص تقريبا. الاخر داير شي 1000 درهم، وهذا دار شي 700 وشي حاجه. يعني فرق كبير. يعني وتلقى حدا الدار عندك قريب، يعني اي بيم تكون قريبه لك للدار ولا شي حاجه راه كتلقى فيها هذوك. اي بيم بحال نهار الجمعه مثلا كيحطوا فيها 6 حبات 7 حبات ودغيا كيطيروا. كما كتلاحظوا الاخوان، هنا كاين هاد الجلده هادي. هاد الجلده هادي باش كتحبس الحراره. مدورين بها هاد الجلده هادي. هنا الاخوان كما كتلاحظوا كاين ديك الشوايه الوسط. هذه هي البوله اللي بتطلع على يعني الخبز ديالك ولا كيكه ولا شي حاجه باش طابط الماء طابش. هذيك هي الشبكه ديال الفلفله. يعني الحراره كدور فيه كامل، يعني ماشي بلاصه وحده، وكيطيب كامل. انا جربته، درت فيه الخبز ودرت فيه الكيك، درت فيه بزاف د الحوايج. ما شاء الله كيطيب ممتاز، ودغيا كيسخن في بلاصه. يعني ماشي وإلا سخن غير طيب غير اللوح. هاد البلاصه ديال الاخوان كما كتشوفوا مشبكه.
هاد البلاصه الاخوان نصيحه مني لكم، بقى ديروا فيها الالومنيوم، شدوا شي طرف ديال الالومنيوم وفرشوه في هذيك البلاصه، باش مثلا تبغضوا مثلا تشوي الدجاج ولا شي حاجه ما يطيحش لكم هذاك البقايا الدجاج وداك التقابي. هاد الثانيه هادي راه كتحيد، يعني عرفتي لا كيفاش تحيدها، راه كتحيد وكيتمسح لتحت، ولكن من الاحسن عوض كل مره تحيدها اللهم دير بابي الومنيوم من التحت، باش اي حاجه طيبتيها كتبقى في الالومنيوم الفوق، ومن بعد صافي كتحيد الالومنيوم وكترد واحد اخر جديد. هذه نصيحه، هذه الطريقه اللي كندير انايا بلا ما نحمق راسي كل صا كنحيد هذيك الشبكه التحتانيه كاع باش كنقيها من التحت. هذه هي الطريقه اللي كنخدم بها انايا. هنا كما كتلاحظوا عندنا هذا هو البروغرام ديالو، كاين هذيك البوطون ديال الضوء باش كتشعل الضوء باش كيبان لك، والبوطون اللي حداه ديال الفرفاره الا بغيت تخدم الفرفاره، يعني كاين بعض الحوايج كتصلح ديرهم فرفاره، وكاين بعض الحوايج ما تقدرش ديرهم فرفاره، يعني كيطيبوا عادي، يعني كيطيبوا عادي مثلا بحال الخبز تقدر بلا فرفاره تخدمو غير عادي وهو يطيب لك خبز ممتاز. بحال مثلا بعض الكيك ولا بعض شي حوايج ضروري خصك ديرهم فرفاره. كما كتلاحظوا الاخوان هنا عندنا المتنفس ديالو، عنده هادو الفوق من الفوق يعني، وعنده من الجناب، وعنده هاد البلاصات ديال اليدين اللي غتهزو، عنده وحده من هنا وحده من هنايا. والفران راه ماشي ثقيل كاع بزاف، راه في تقريبا 50 سنتيم. والفران كاين فيه جوج نواع، كاين هذا ديال 50 يطرو، 50 يطرو، وكاين اخر ديال 60. ومني سولت انا الناس اللي خدامين في اسواق التجاريه قالوا لي كما كتلاحظوا الاخوان هانتوما تشوفوا كيك درت فيه واحد شويه مادلين، شوفوا مادلين ما شاء الله كي طلعت، هذه مازال يلاه كطيب، مازال باقي خضراء، ومازال كطلع اكثر من كذا، يعني كيطيب ممتاز. ملي مشيت للاسواق التجاريه قالوا لي راه نفس الحجم ديال الموتور اللي كان في ديال 60 هو اللي كان في ديال 50، يعني قالوا لي من الاحسن هذا هو الثمن ديالهم اللي في اسواق تجار مرجان، هذا هو الثمن ديالو، وفيه بروموسيون قال لك هذا راه فيه بروموسيون دار 999 درهم ديال 50 لتر، بحال الاخر اللي وريتكم، غير هذا نقص فيه شويه، ما فيش شويه، فيه غير الطاوه، وفيه الطاوه اخرى هما اللي فيه. قالوا لي الموتور ديال هاد ديال 60، يعني هما عندهم ديال 60 دار شي 1300 درهم، قال لي بحال هاد الموتور ديال 50، قال لك من الاحسن خذ ديال 50 راه كيطيب مزيان ودغيا كيسخن. هذاك ديال 60 يطرو ما كيتعطل ملي كيسخن، يعني كيتعطل وما ما كيطيبش مزيان، يعني الموتور اللي فيه صغير، الحجم اللي عنده هو كبير، والموتور اللي فيه ديال هذا الفران هذا. يعني من الاحسن اخوان خذوا الفران ديال 50 يطرو، يعني راه كيطيب مزيان، راه واخا تشوفوا بحال هكذاك راه كبير تبارك الله وفيه شي امتيازات مزيانين. هذا كما كتلاحظوا ما فيش الشوايه، كما كتلاحظوا الاخر فيه الشوايه وفيه شي امتيازات مزيانين. ونصيحه مني لكم، الا كنتو غتاخذوا بحال الفران هذا خذوا ديال 50، راه الاخ اللي قال لي ديال 60 ما تاخذوش، ديال 60 طرو ما تاخذوش، راه فيه نفس الموتور، يعني كيجي صعيب يطيب وصعيب يسخن لكم، يعني يسخن الفران. خذوا ديال 50 كيجي ممتاز. تحياتي لكم، ما تنساوش تجيبوا البصيمه، مع السلامه.